السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير مخمار صغير او ميني بطبوط معمرين بحشوه غزاله رائعه. حشوه بسيطه وفي متناول الجميع انه يحضرها. غير تابعوا الفيديو للاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هذا الميني بطبوط او مخمار صغير كيجيو غزالين. غادي نبداو الفيديو على بركه الله. غادي نحتاجو هنايا نصف كيلو ديال الدقيق الفرص ممتاز خاص بالحلويات وكاس ديال فينو، وضفت ليهم معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده، ودرت خماره ديال الحلوى والملح على حسب الذوق. وصافي غادي نجمعها بالماء يكون دافي كما كتشوفوا، ضروري يكون دافي لانه هذا الميني بطبوط او يعني المخمار راه فيه الخميره. ضروري نديرو يعني الماء يكون سخون، ماشي سخون بزاف، غير فقط دافي. صافي انا غادي نجمعها بالماء ونرجع لكم من بعد. كيف ما شفتوا هنايا من بعد ما جمعتها بالماء غادي نديرها فوق سطح العمل وغندلكها شي شويه، يعني تقريبا 2 دقائق، ما ندلكوش بزاف، يعني 2 دقائق راه كافيه. والعجينه تكون مرخوفه، يعني ما نخلوش العجينه تكون قاصحه، خلوها مرخوفه شويه باش هاد الميني بطبوط يعني يجيكم مفشين، ما يجيكمش يعني مدقسين. غادي ندلكها حوالي 2 دقائق حتى 3 دقائق. وصافي هنا من بعد ما دلكتها مزيان كيف ما كتشوفوا راه العجينه راه مرخوفه، درت لصق باليدين. صافي انا غادي نديرها في هذا المول وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها ترتاح مده ديال نصف ساعه بما وجدنا الحشوه. الوصفه راه ساهله وبسرعه كتوجد. غادي ندوز باش نحضروا هنايا الحشوه. غادي نحتاجو هنايا بصله كبيره يعني مقطعه طريفات صغار، ودرت هنايا صدر ديال الدجاج مقطع حتى هو، درت كبيده ديال الدجاج حتى هي، ودرت 2 فلفلات كبار يعني حتى هما مقطعين، ضفت ليهم هنايا شويه ديال الزيت وغنضيف لهم هنا الملحه. وغادي نخلط العناصر مع بعض كيف ما كتشوفوا. غادي نخليهم يتشحروا شويه، عاد غادي نضيف ليهم التوابل. صافي هنايا من بعد ما تشحروا شي شويه غنضيف ليهم التوابل. صافي هنايا ضفت سكينجبير، ضفت هنايا الخرقوم بلدي والبزار والتحميره، وضفت هنايا الثومه بودره اللي ما كانش، ديروا فص ديال الثوم، ودرت هنايا ضفت الكمون. صافي غادي نخلط العناصر مع بعض كيف ما كتشوفوا، يعني كتضيفوا كل حاجه منها نص ملعقه صغيره. الا التحميره كتضيفوا ملعقه، وهنا ضفت الربيع مقطع يعني تقريبا معلقه كبيره. صافي انا غادي نسد عليها ونخلي الحشوه تطيب، ما غنضيف لها لا ما لا والو. وصافي هنا كيف ما كتشوفوا الحشوه راه طابت، راه واجده. ممكن انه في هذه المرحله تضيفوا زيتون مقطع، انا ما كانش عندي متوفر ما ضفتوش، اولا تضيفوا الشعريه الصينيه. صافي هنا غادي نخليها على جنب حتى تبرد، وغندوزو هنايا العجين من بعد مرتاح كيف ما كتشوفوا راه ضاعف الحجم ديالو. العجينه راه مدلوكه ومرخوفه، يعني العجينه ما قاصحاش. صافي انا غادي نشكلها كويرات صغار كيف ما كتشوفوا العجينه رطبه ومدلوكه، يعني كيف ما كتشوفوا غادي نشكلها كرات صغار. الحجم ديالهم راه نتوما اللي كتحكموا فيهم، واش بغيتهم كبار ولا صغار. انا درتهم صغار شي شويه، ما كبرتهمش بزاف. غادي نشكلهم كاملين ونرجع لكم من بعد.
هاد البطيبيطات المخمار الصغير راه كيجي غزال، كيجي لذيذ، ما تبعوش منه، غير جربوه، راه كيستحق تجربه. تحتاجوه في رمضان ان شاء الله. صافي هنايا من بعد ما شكلتهم كاملين كيف ما كتشوفوا، خليتهم مرتاحوا واحد 5 دقائق، عاد غادي بديت نسرح بالوحده كيف ما كتشوفوا، كنسرح بهذه الطريقه هذه وكنحاولوا اننا نخليو الوسط غليظ شويه اللي غنديروا فيه الحشو. كيف ما تشوفوا درت هنا الحشوه، درت تقريبا معلقه كبيره، وغادي نضيف فوق منها هنايا موتزاريلا محكوكه، ممكن ديروا يعني فرماج الاحمر مخلط مع موتزاريلا، وصافي كنجمعوا بهذه الطريقه هذه. راه طريقه واضحه وسهله، كتجمعوا الجوانب، تحاولوا انكم تسدوا مزيان باش ما يتحلوش لكم. وصافي غادي نقرصها على شكل بطبوطه صغيره. خليهمش غلاظ بزاف، رقوهم شي شويه، وهذا ما غاديش نخلوهم حتى يخمروا بزاف، غادي فقط نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق ونبداو نطيبوا فيهم. غادي نعاود معكم واحد اخرين باش تشوفوا مزيان الطريقه. نحاول اننا كنسرحوها بهذه الطريقه. انا كنستعين بالزيت لانه شويه كيتلصقوا، الوسط كنخلو شويه غليظ، وكنديروا الحشوه الوسط، وغادي ندير فوق منها موتزاريلا محكوكه، وصافي كنجمعوا الجوانب بهذه الطريقه هذه. راه طريقه سهله، غير سدوا مزيان. وصافي كنقرصوها اشكال بطبوطه صغيره. كما قلت لكم غير سدوها مزيان، بعض المرات كيتحلوا ليا كما كتشوفوا. وصافي انا غادي نستمر هكا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. كيف ما كتشوفوا راه كنخلو الوسط يعني شويه غليظ، ما كنرقوش مزيان باش من نجمعوا الجوانب يعني ونقرصوها يعني ما يتحلش لينا وتخرج لنا الحشوه. صافي كنجمعوا الجوانب بهذه الطريقه هذه. طريقه راه سهله وموضحه مزيان في الفيديو، وكنقرصوهم. كيف ما كتشوفوا راه كنخلو الوسط غليظ شويه، كنقوا غير الجوانب باش نجمعوهم. كنديروا الحشوه الوسط، وكنديروا هنايا موتزاريلا. ممكن ديروا فرماج يعني ديال الساندويتش، مربع ديال الساندويتش، اولا ديروا الفرماج الاحمر اللي متوفر عندكم. صافي كنجمعوا الجوانب، نسدوا مزيان، نحاولوا اننا نسدوا مزيان ونقرصوها. وصافي هنا كيف ما كتشوفوا راني شعلت هنايا المقله سخونه، بديت كنرمي بالوحده. كنحاول انني نبان لكم غلاط، كتقرصوهم شي شويه. انا ما خليتهمش يرتاحوا بزاف حتى خمروا، فقط 5 دقائق وكرموهم. اللي كتعطيكم مقله كبيره راه دغيا تسالوا الكميه. وصافي غادي نبدا نقلب فيهم كما كتشوفوا حتى كيتحمروا من الجهتين ويطيبوا مزيان. كيجيو لذاذ، ما تشبعوش منهم هاد المخيمرات.
صافي انا غادي نبقى نقلب فيهم مره حتى كيطيبوا لي مزيان من الداخل ويتحمروا لي من الجوانب بجوج. الطريقه راه واضحه في الفيديو كما كتشوفوا. وصافي هنا كيف ما كتشوفوا راهم طابوا محمرين مزيان، المنظر ديالهم رائع كيشهي. هادو بانوا لي باقيين شي شويه. صافي غادي نحيد حتى هما راهم طابوا كيف ما كتشوفوا، راهم يعني كيتنفخوا غير ما كيبانوش مزيان مع الفيديو. فغادي نرمي واحدين اخرين كما كتشوفوا بنفس الطريقه، كنقرصهم غير شي شويه باش الا كانوا غلاظ. وصافي غادي نستمر بنفس الطريقه، غنبقى نقلب فيهم حتى كيتحمروا ليا من الجوانب بجوج. صافي انا غادي نكمل طياب ونرجع لكم باش نشوفوا الطبق النهائي. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كملتهم كاملين. كما كتشوفوا راه كيجي المنظر ديالهم رائع كيشهي، كيجيو لذاذ ما تشبعوش منهم. غادي نقسم معكم واحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. راه كيجيو معلكين مع الفرماج موتزاريلا، راه كيجي رائعين، والحشوه راه باينه الوسط كيف ما كتشوفوا. كيجيو لذاذ ما تشبعوش منهم، كيجيو خفاف ما كيجيوش مطقسين وطايبين على حقهم وطايقهم. وبالصحه والراحه، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.